السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مجددا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم حلوه بارده بدون فرن. غادي نحضر 3 ديال الاشكال بخليط واحد. هاد الحلوه كتجي رائعه ولذيذه لذيذه بزاف ومميزه وراقيه واقتصاديه وكتعطي كميه لا باس بها. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وجربوا الحلوه وتعجبكم، وما تنسونيش من اللايك والتعاليق والبارطاج مع احبابكم وصحابكم، واللي ما مشتركش يشترك في القناة فضلا وليس أمر بالضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. بقاو معايا من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو بالمكونات. عندي 500 غرام من هذا الكاوكاو اللي كيكون بلا قشرة، دهنته بشوية ديال الزيت وحمرته في الفران. وتقدروا تعوضوه باللوز او بالكاوكاو البلدي داك اللي كيكون صغير بالقشره. وعندي 300 غرام ديال البسكوي، انا استعملت البسكوي بوتي. نتوما تقدروا تستعملوا اي بسكوي عندكم ولا اللي كتفضلوه، غير يكون عادي وبلا شكلاط. وكنحتاجوا للشكلاط الابيض، استعملت الشكلاط غالا، الشكلاط اللي كيبقى اقتصادي والمذاق ديالو زوين وناجح 100% في جميع الحلويات. عندي هنا 800 غرام من الشكلاط الابيض. اول حاجه كندير الشكلاط فوق حمام مائي وعلى نار مهيله، ما كنضيف ليه لا زيت لا والو، كنخليه كيذوب على خاطرو على نار مهيله حتى يذوب تماما وما يتحرقش. وفي هذا الوقت كنوجد الكاوكاو والبسكوي، كنطحن الكاوكاو حتى يرجع عجينه، كنبقى كنطحن فيه حتى يرجع بحال العجينه بهذا الشكل. ولا خفتوا الكاوكاو ما يجيكمش بحال هكذا، تقدروا تحمروه في الزيت وتطحنوه هو مازال سخون شويه. ونطحن البسكوي مزيان حتى يرجع بحال الدقيق، وتقدروا تطحنوه وتغربلوه. انا ما غربلتوش، غير طحنته مزيان وصافي. وها نتوما رجع مليين بحال الطحين، ما خصوش يبقى مفرفش ولا ما مطحونش مزيان. ومباشره ما داب الشكلاط تماما كنخليه فوق الكاسرونه اللي فيها الماء سخون وما فيهش الزيت ويقدر يجمد ويقصح ليا الشكلاط. كنضيف ليه الكميه كامله ديال الكاوكاو ونخلطو مزيان. وفي هذه المرحله كنضيفو حتى القهوه سريعه الذوبان، انا نسيتها وضفتها حتى من بعد. ونضيف البسكوي ونزيد واحد نص معلقه من النكهه ديال الناطا اللي كتبقى اختياريه وتقدروا تستغناو عليها تماما ولا تعوضوها بالنكهه ديال البسكوي. ونضيف 2 ساشيات من القهوه سريعه الذوبان ونخلط الكل مزيان مزيان مزيان. كما سبق لي وقلت لكم القهوه سريعه الذوبان كنضيفوها في الاول مع الشكلاط والكاوكاو، ولكن ماشي مشكل حتى دابا الخليط مازال سخون شويه ودابت ليا مزيان. وبالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم تقدروا تقسموها الا بغيتوا ديروا غير شي كميه قليله. بعد ما تخلط ليا الخليط مزيان ودابت القهوه تماما، كنجيب هذا المول ديال السيليكون اللي غادي نحضر فيه الشكل الاول ديال الحلوه، اللي كيكون بهذا الشكل هذا والحجم ديالو كيكون صغير باش نحصلوا على حلوه اللي كتكون صغيره ومزيونه. وتقدروا تستعملوا اي مول واي شكل عندكم، غير هذه الحلوه معروفه وكتجي غير في هذه الزواقه هذه. وكنبدا كنعمر في هذه الحفيرات، كنهز بالمعلقه من الخليط ونوضعه بهذه الطريقه في المول. وتقدروا تستعملوا حتى البوش، ونستمر بنفس الكيفيه وكنحاول نعمرهم مزيان. وهذه الحلوه راه سهله وبسيطه ولكن كتجي بنينه وزوينه. بعد ما عمرت المول كنخبطو شويه باش كيتعمروا جميع الفراغات وتقاد ليا الحلوه. وندخل المول للثلاجه واحد 10 ديال الوقت اللي الجو بارد، ولكن في الحال سخون كندخلوها للمجمد. ونجيب المول الثاني، وتقدروا تستعملوا كما قلت لكم اي مول عندكم مربع ولا مثلث ولا اي شكل عندكم. وكناخذ الشوكولاط الاسود اللي ذوبته في حمام مائي وكنبدا كندهن في هذه الحفيرات الدائريه غير بالمعلقه، ويمكن لكم تخدموا بشي شيته صغيره ورقيقه. انا خدمت غير بالمعلقه، كنوضع واحد الكميه قليله من الشوكولاط وندهن بالظهر ديال المعلقه. كنحاول ندهن مزيان ونلبس هاد الحفيرات وندهن المره الاولى وندخل المول الثلاجه حتى كيجمد الشوكولاط ونرجع نخرجو وندهن المره الثانيه باش ما تهرش ليا الشوكولاط منين نكون كنديمو ليه الحلوه. بعد ما خرجت المول من الثلاجه كتكون الشوكولاط تماسكات وجمدات مزيان. كنجيب هذا الخليط ديال البسكوي والكاوكاو والشوكولاط الابيض وغير بالمعلقه كنعمر في المول الملبس بالشوكولاط، كنعمرو كامل بنفس الطريقه. في الاخير كنخبطو شويه باش تقاد ليا الحلوه وتشد الفورمه ديال المول.
وندخلها للثلاجة حتى تماسك. كنخرجها ونضيف ليها الطبقة الثانية ديال الشكلاط، كنغطي الطبقة ديال الكاوكاو مع البسكوي والشكلاط، كنغطيها كاملة ونرجع ندخل المول للثلاجة. وكنجيب الاناء اللي فيه الخليط ديال البسكوي والشكلاط والكاوكاو، كنضيف له واحد الكميه من اللوز محمر بالقشور ومطحون غير باش يعطي واحد المذاق مغاير للحلوه، واخا هو نفس الخليط. ونزيد عليه واحد شويه من الشكلاط الابيض مذوب باش يتخفف ليا الخليط وما يبقاش ثقيل. ونخلط مزيان مزيان حتى كيتجانسوا المكونات، ونصب واحد الكميه في هذا البوش جوطابل. وصافي كنبدا كنعمر في المول الثالث اللي غادي ندير به الشكل الثالث ديال الحلوه. كنعمر الحفيرات مزيان، وفي الاخير كنخبط المول مع سطح العمل باش كيتقادوا الحبات ديال الحلوه، وندخلو للثلاجه. ونخرج المول الاول من الثلاجه ونديمو ليه الحلوه بعد ما كتكون شدات راسها مزيان. كنضغط من التحت ونخرج الحلوه بكل سهوله، كما كتلاحظوا كتجي زوينه ولامعه. وصافي كنستمر حتى نزول الحلوه كامله ونديرها في بلاطو وندوز مباشره باش نزينها. كناخذ نيسلي كراميل كنديرو في البوش، وندير فيه واحد الثقب بالمقص، ونبدا كنعمر في هاد الحفيرات اللي في الحلوه. كنعمرهم كاملين بنيسلي كراميل، ومن بعد نرجع نغطيه بشويه من الشوكولاط الاسود اللي ذوبته ودرته حتى هو في البوش. وتقدروا تكتفيو غير بالنيسلي كراميل ولا الشوكولاط الاسود ولا الابيض، المهم الزين كيبقى اختياري. ومباشره كنوضع هاد العقيقه باش نكمل التزيين. ما كنخليش حتى نعمر الحلوه كامله عاد نضيف العقيق، لحقاش الشوكولاط كيجمد بسرعه. وصافي كنكمل التزيين ديال هذا الشكل وندوز للشكل الثاني. وبنفس الطريقه كنديمو ليه الحلوه الثانيه، كنضغط من التحت وكنزول الحلوه بكل سهوله. ونفينيها كنزول ديك الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب، انا كنزولهم بالموس، تقدروا تزولوهم غير بيدكم. وهانتوما كيجي هذا الشكل حتى هو زوين وكتجي الحلوه لامعه. وندوز نزينها مباشره. كنجيب الشكلاط ديال الدهن ذوبته فوق حمام مائي مع شويه ديال الشكلاط الابيض باش يعطيني هذا اللون البني، وكنوضعها في بوش وندير بها خطوط بهذا الشكل. وفي الاخير كنزينها بنصيصات ديال البندق. ونزول الشكل الثالث من المول حتى هو بنفس الكيفيه. وكنوضع الحلوه في البلاطو فوق بلاستيك ونزينها بخطوط من الشكلاط الاسود. كما سبق لي وقلت لكم استعملوا اي مول عندكم، ماشي ضروري ديروا المولات اللي استعملت انا. وحتى التزيين كيبقى اختياري وعلى حساب الرغبه ديالكم وبالمكونات اللي كتوفروا عليها. انا بقى لي شويه من الشكلاط الاسود به كنزين، ونرش عليها شويه ديال البيستاش كونكاسي. وهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير ندير الحلوه في الكويرطات. كنوضع فيهم شويه ديال نيسلي كراميل وكنوضع عليه الحلوه باش تثبت وتبقى لاصقه. كنضغط غير بالمهل على الحلوه حتى تلصق باش كل حلوه كتبقى ثابته في الكويرط ديالها. ونفس الشيء غادي ندير مع الاشكال بثلاثه. كنوضع شويه ديال نيسلي كراميل في الكويرطات وكنوضع عليه الحلوه ونضغط غير بالمهل باش تلصق وتبقى ثابته الحلوه في الكويرطات. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه بعد ما كملت التزيين ديالها. بالنسبه لهذا الشكل زدت ليه شويه ديال الورق الذهبي، وهذا زدت ليه حتى هو ديك العقيق الرقيق الذهبي. المهم التزيين كيبقى اختياري، تزينوا باللي عندكم. انا هادشي كامل ديال التزيين كل حاجه كان عندي منها شويه واستعملتهم في هذه الحلوه. وهادو هما الشكيلات بثلاثه جاو زوينين، واخا ضفت اضافات قليله لكل شكل. الحلوه الاولى زينتها بشويه ديال الكراميل حتى هي زدت عطات المذاق للحلوه، والثانيه زدت لها الشكلاط، والثالثه زدت فيها اللوز محمر ومطحون وشويه ديال داك البيستاش كونكاسي. هاد الاضافات واخا هما قلال ولكن زادوا للحلوه واحد البنه ومذاق مغاير. كنتمنى تجربوها، راه كتوجد بسرعه ما كتاخذش وقت كتير، تقدروا تحضروها في اخر لحظه. هانتوما كنقطعها قدامكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي فيها ديك الكراميل. المهم شكيلات بالثلاثه جاو زوينين وبنانين والمذاق رائع. غير جربوا هاد الحلوه، انا متاكده غادي تعجبكم. وما تنساونيش من اللايك والتعاليق والبارطاج مع الاهل والاصدقاء.
شكرا على المتابعة، ومع السلامة إلى فيديو وصفة جديدة.